السلام عليكم اخواتي متتبعاتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشركم مبروكه. نتمنى ندخلوا عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وبزايد الرزق وباش ما تمنيتوا. اليوم ان شاء الله في اطار التحضيرات لشهر رمضان الكريم، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. غادي نشارك معكم معسلات اللي غوجدت شهر رمضان. هنايا غادي نشارك في هذا الفيديو، غادي نشارك معكم البريوات بقاوقاو، وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشارك معكم هذوك البسيطلات الصغار بالكركاع واللوز، كيجيو رائعين. نبداو على بركه الله. هنايا عندي كيلو ديال القوقاو اللي مسحته مزيان بواحد المنديل وقليته في الزيت بهذا الشكل هذا حتى يتحمر لي. تقدروا تدخلوه للفران، دهنوه بشويه ديال الزيت تدخلوه للفران. غادي نضيف عليه 300 غرام ديال السكر سنيده وثلاثه ديال الحبات ديال المسكه الحره، وغادي نطحن كل شيء في هذه الطحانه الكبيره هذه اللي كنطحنوا فيها العطريه وكنطحنوا فيها القوام ديال السلو كل شيء. الا ما عندكمش غادي تطحنوا في المولينكس العاديه، غطحنوا جوج ديال الطحنات. الطحنه الاولى غطحنوها بوحدو، ومن بعد الطحنه الجوجه غادي تزيدوا عليه السكر. صافي هنايا غادي نبدا نطحن الكميه اللي عندي كامله. هانتوما كتشوفوا فهاد الطحانه هذه ما كتخليكش تطحني جوج مرات ولا ديري الخدمه جوج مرات، يعني كطحن كل شيء مزيان. هنا غادي نضيف معلقه كبيره ديال الزبده نوعيه جيده مع معلقه ديال القرفه، وما تنساوش واحد القبيصه ديال الملح اللي غادي تعدل لنا الذوق. صافي وغادي نجمع كل شيء الخليط ديالي وغادي نغطيه ببلاستيك غذائي وغادي ندخلها للثلاجه ترتاح على الاقل واحد الساعه ولا جوج ديال الساعات، عاد غادي نبدا نخدم بها. انا هنا وجدت العقده ديالي ودرتها في الثلاجه. صافي وخدمت شغلاتي ديال الدار كامله. من بعد غادي نجلس وغادي نطوي البريوات ديالي. هنايا جبت الورقه ديال البخار، انا هنا خدمتها بالورقه ديال البخار وجاو رائعين. اللي بغات تخدمهم بالورقه اللي كتباع في الحانوت ديال الباكيه فتقدر تخدمهم بها، حتى هي راه كتصدق. انا هاد المره خدمتهم بهاد الورقه تاع البخار، كناخذها على واحد السيده فصدقت لي زوينه بزاف. هانتوما كتشوفوا شحال رقيقه، راني مفرشتها فوق الطابله راه ما كتبانش، يعني ما معجنه ما حتى شي حاجه. غادي نقطع الورقه ديالي الاشرطه، غادي نوجد حدايا شويه ديال الزيت وشويه ديال الدقيق مخلط مع زهر باش غادي نسودي البريوات ديالي. صافي هنا غادي نجيب كميه من الحشوه، يعني انا هنا عيني ميزاني، اللي بغات دير الميزان ولا غادي تخدم لي كوموند فتوزنهم حسن باش يجيو الحبه قد خوتها. انا هنا درت غير عيني ميزاني وجاوني كلشي قد قد. صافي هنا غادي نطوي البريوات ديالي. الطويه ديال البريوات راها سهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه، فكنبداو من القنت وحنا كنطويو. ملي تكونوا طويو البريوات ديالكم ما تزيروش يديكم باش ما يطرطقوش ليكم في القلي، لان من غادي يكونوا يتقلاو غادي يتنفخوا. نخليو لهم شويه ديال المساحه فين غادي يتنفخوا. صافي غادي هنايا نطوي كاع البريوات اللي عندي، غادي نسودي بالدقيق وما زهر وغادي نشكل كاع الكميه اللي عندي. فتبارك الله هاد الكيلو ديال القوقاو راه خرج لي كميه اللي هي وفيره. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه. بالنسبه للبسيطلات بالكركاع واللوز فغادي نشاركهم معكم فيديو بوحدو، ما بغيتش نحط لكم الفيديوهات بجوج في مره واحده، غادي يجيكم الفيديو طويل بزاف وممل وغادي تعجزوا عليهم. غادي نكمل الكميه اللي عندي هنايا كامله، غادي نغطيهم وغادي نخليهم يباتوا ليله كامله حتى الغد ليه في الصباح عاد غادي نقليهم، يعني شحال ما نشفوش شدوا راسهم فغادي يجيو زينين وما غاديش يعذبوكم في القليان. هنا من بعد ما خليتهم ليله كامله غادي نبدا نقلي فيهم. الزيت سخنتها ومن بعد غادي نقص عليهم النار. صافي وغادي نخليهم يتحمروا، نبقاو نقلبوا فيهم حتى يشدوا لنا اللون مذهب، اللون اللي بغينا. من الاحسن دائما المعسلات ملي تبغوا تقليوهم قليوهم في النهار، كتكون الاضاءه مجهده باش يبان لكم اللون. صافي هنا بقيت كنقلب فيهم حتى عطاوني اللون اللي بغيت. صافي ووجدت العسل خصها تكون شويه خفيفه، ما تدفيوها ما حتى شي حاجه. مباشره بعد ما تستقطروهم من العسل من الزيت غادي تطفيوهم في العسل وخليوهم في العسل يتشربوا. خليوهم نهار كامل باش يشربوا لكم العسل مزيان وما ينشفوا لكمش دغيا.
ضروري تكون العسل خفيفه، ماشي بحال العسل ديال الشباكيه، باش يشربوا لكم العسل مزيان. الا كانت العسل ثقيله بزاف راه ما غاديش يشربوا لكم العسل وغادي يجيو ناشفين وباهتين. غادي نكمل كاع الكميه اللي عندي. ومن بعد غادي نوريكم اللون اللي عطاني. ها نتوما كتشوفوا، شوفوا العسل راه عندي خفيفه ماشي ثقيله. صافي انا تقريبا كملت كاع الكميه اللي عندي. غادي نخليهم يباتوا في العسل، من بعد عاد غادي نستقطرهم منها. وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالي. زوقتهم هنايا في الجناب بالزنجان البيض. تقدروا ديروا اللوز مهرمش الى عندكم، ولا قوقاو مهرمش، ولا باش ما بغيتو، ولا تخليوهم حتى بلاش، راه كيجي المنظر ديالهم رائع. شوفوا اللون تبارك الله اللي عطاني، وشوفوا اللمعه ديال العسل. عاد قلت لكم العسل خصها تكون خفيفه. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لي لايك ديالكم، ما تنسونيش من التعليقات المشجعه ديالكم، ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا لكم على حسن المشاهده، والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله. انتظروني في الفيديو الجاي، غادي نشارك معكم بسطلات بالكركاع، راه كيجيو حتى هما رائعين. نتمنى انكم تجربوهم.